السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس النهاردة هوريكم حاجة مهمة جدا جدا بتقابل ناس كتير، وبتبقى كريتيكال. يعني بتبقى موقف حرج وصعب جدا، وهو إن ممكن الفني أو الشخص اللي بيركب الكوالين اللي بأكرة ديت ما بياخدش باله ان في سهم موجود هنا، شايفينه حضراتكم. السهم ده بيبقى ليه اتجاه معين عشان لما بتحط الاكسس يعمل معاك انجيج، يعني يقدر يفتح الكالون. في الموديل اللي عندنا ده بيبقى لتحت، في بعض الموديلات بيبقى في اتجاه الاكرة، اللي ممكن برضو بنغير الاكرة شمال ويمين من خلال المسمار ده، بنفكه ونلف الاكرة ونرجع نحطه الناحية التانية، وبرضو المكان التاني او الجزء الداخلي. طيب، احنا نسينا نظبط السهم ده، وقفلنا علينا الباب بعد ما حطينا الاكسس، يعني بعد ما حطينا باسورد للادمن وحطينا فينجر برينت، عملنا كل شيء ونسينا وقفلنا الباب، مش عارفين نخش تاني. في طبعا حلين لازم نحل بيهم المشكله، اللي هو ممكن نعمل ريست للكالون عشان يرجع لوضعه الطبيعي ويقدر يعمل انجيج على طول، ونقدر نفتح ونصحح الوضع. اول حاجه طبعا مش هتنفع معانا، اللي هو الحل اللي من الداخل، لان احنا دلوقتي بره ومزنوقين. فالحل اللي من الداخل فينا بوش بوتون، بنعمل ووك اب للسكرين وبندوس على البوش بوتون دوت، فبيعمل ريست ونرجع الكالون لحالة المصنع بتاعه، ونقدر نفتح ونخش ونصحح الأوضاع. طيب، احنا الوقت بره، يعني قدامنا احنا بس السكرين دي، هنتصرف ازاي؟ طبعا الشخص او الفني او صاحب المكان عارف الادمنستريتور باسورد بتاعه اللي هو حاطه، او الفينجر برينت ايا كان، او معاه كارت ايا كان. بيعمل ووك اب السكرين كده، وبدوس نجمه شباك، وبيحط الادمنستريتور باسورد. انا عندي هنا كنت عامله 6 تمانيات، 1 2 3 4 5 6، وبدوس هاش، دخل على المنيو. اللي يهمنا هنا رقم 4، بندوس على رقم 4، بيطلب منا نحط الادمنستريتور انفورميشن مرة تانية عشان التأكيد. 1 2 3 4 5 6، وندوس هاش، وهننتظر لحد ما هيقول لنا تمت بنجاح. احنا كده رجعنا الكالون بتاعنا لحالة المصنع، وهنقدر نفتح، هيفتح معانا ونصحح الأوضاع بتاعتنا. والموضوع ده مهم جدا، لازم كل الفنانين يعرفوه، واصحاب الكوالين السمارت اللي شغاله بنفس التقنيه ديت اللي هي الاوكر يعرفوه، لان ده يعني هيخرجهم من موقف محرج جدا يعني. يا رب تكونوا استفدتوا بالدرس البسيط ده، اللي ممكن هيساعد ناس كتير ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.